كل الأحوال بما أن فرناندو ما قدر في وقتها أنه يعرف عن هالعملية من النت، فمعناه أنها بعد ما وصلت للشرطة في الأرجنتين، وعلى الأغلب أنهم ما راح يتوقعونها. فلما فرناندو راح وخبر الجماعة اللي وياه بالفكرة، الكل كانوا منذهلين ومتحمسين، فالحين لازم يضيفون الأسلحة للمعدات اللي راح يحتاجونها. فبيتو الممول قال إنه راح يتكفل بموضوع الأسلحة بما إنه كان رجل عصابات وعنده خبرة في هالمجال. بس خلوا في بالكم شيء، الأسلحة اللي راح يستخدمونها راح يكون فيها شيء مميز ما راح نكشفه لنهاية القصة، فخلوا هالشيء في بالكم وتابعوا القصة لنهايتها عشان تعرفون شو هالشيء. الموضوع استغرق حوالي السنة بالإجمال. خلال هذه السنة أتموا حفر النفق، وأيضا بنوا سد صغير داخل نفق المجاري. الهدف من هالسد إنه يرفع منسوب الماء لمستوى معين، لأنهم كانوا ناويين يستخدمون قوارب مطاطية صغيرة داخل النفق. كانوا عارفين إنهم لما يطلعون بالغنايم ما راح يقدرون يشيلونها على رجولهم، ونص جسمهم غارق في الماء، في ماء المجاري، راح تكون حركتهم بطيئة جدا، فكان لازم يستخدمون قوارب. فبنوا هذا السد عشان يكون منسوب الماء مرتفع داخل النفق ويسمح للقوارب انها تتحرك براحة. وتباحثوا بعدها في موضوع طريق الهروب. كانت الفكرة المبدئية انهم يهربون باتجاه مصب المجاري ويطلعون منه، لكن بعدين قالوا لا، احتمال كبير ان الشرطة اول ما يستوعبون اللي صاير راح يتوجهون للمصب وممكن يقطعون عليهم الطريق. فبدوا يدرسون الطريق الثاني اللي هو الاتجاه المعاكس للمصب، واكتشفوا ان هذا الاتجاه أحسن بكثير لأن فيه مئات المخارج. هذه المخارج هي فتحات المجاري على طول النفق. هذه الفتحات كانت موجودة كل 10 أمتار. فبعد ما درسوا الطريق المعاكس هذا، حددوا فتحة معينة راح يطلعون منها، فتحة تبعد حوالي 200 متر عن موقع البنك. وقرروا بعدها أنهم راح يجيبون سيارة فان ويوقفونها فوق فتحة المجاري هذه مباشرة، وفي أرضية سيارة الفان هذه راح يفتحون فتحة، وهذه الفتحة راح تكون مباشرة فوق فتحة المجاري، يعني راح يطلعون من المجاري على طول لداخل السيارة بدون ما حد يشوفهم. وفعلا بيتو الممول جاب شاحنة فان صغيرة وحطها في كراج بيته. فالعصابة كانوا متجمعين في كراجه عشان يعدلون الشاحنة ويفتحون فتحة في أرضيتها. فجأة وهم قاعدين يشتغلون دخلت عليهم زوجته، زوجة بيتو الممول. فكلهم لفوا على بيتو وقالوا له شو تسوي زوجتك هني؟ فقال لهم لا عادي ما فيها شيء، أنا أثق فيها، صدقوني الأمور تمام ولا تشيلوا هم. هذه كانت المرة الأولى والوحيدة اللي أفراد العصابة التقوا فيها بأليشيا دي ليتوليو، زوجة بيتو الممول. وحطوا هذه المرة في بالكم لأنها راح تلعب دور مهم في القصة بعدين. المهم بعد ما العصابة خلصوا التعديل على سيارة الفان، الحين لازم يحصلوا لها سائق. وهني جاء دور الشخص المجهول الثاني، الشخص اللي لقبه الولد. هذا الشخص بعد ما معروفة هويته مثل الدكتور، وكان هو المسؤول عن قيادة السيارة وانتظارهم فيها لغاية ما يوصلون بعد ما يخلصون العملية. صارت كل الأمور جاهزة تقريبا، الشيء الوحيد اللي باقي إنهم محتاجين طريقة يفتحون فيها صناديق الأمانات اللي داخل الخزينة بسرعة، لأن داخل الخزينة في مئات الصناديق وما يقدرون يفتحونها بشكل يدوي ولا ما راح يخلصون، راح ياخذون وقت طويل. فالمهندس سيباستيان صنع أداة هيدروليكية أطلقوا عليها اسم المدفع. وظيفة هذه الأداة إنها تحطم أقفال صناديق الأمانات خلال 7 ثواني بس لكل صندوق، يعني راح تكون أداة مهمة في العملية. أخيرا بعد كل هذه التحضيرات والجهود صار كل شيء جاهز تماما. مثل ما أنتم شايفين هذا نفق المجاري اللي راح يدخلون منه بالقوارب، وهذا النفق اللي حفروه واللي يقود للبنك اللي فوق، وهذه خزينة البنك اللي فيها صناديق الأمانات موجودة في الطابق السفلي لمبنى البنك. وعلى بعد 200 متر تقريبا هذه فتحة المجاري اللي راح يطلعون منها، وفوقها موجودة سيارة الفان اللي أرضيتها مفتوحة واللي راح يستخدمونها في الهروب. العصابة حددوا أنهم راح ينفذون العملية بتاريخ 13 يناير سنة 2006. سيباستيان المهندس كان الوحيد اللي دخل من نفق المجاري، وجنب فتحة النفق اللي حفروه كانت القوارب المطاطية الصغيرة موجودة ومعاها الأدوات
وعلى راسها أداة المدفع. بعدها سيباستيان طلع من خلال النفق المحفور إلى أن وصل لجدار البنك اللي وراه الخزينة، وقعد ينتظر هناك لغاية ما يعطونه زملاء الإشارة. زملائه القائد فرناندو وبيتو الممول ولويس العنيف، ثلاثتهم التقوا قدام باب البنك، ولما تأكدوا أن كل شيء جاهز وكل شخص في موقعه اقتحموا البنك وهم رافعين أسلحتهم.